السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة فراخ بانيه ناشفة ومقرمشة ومستوية من جوه والطبقة بتاعتها ثابتة وحاجة كده آخر لذاذ، ومع بقى طريقة سهلة جدا وبسيطة والكفر ثابت جدا مع رز بالخضار. طعم يستاهل بقك، حاجة كده لذيذة قوي، رز مستوي وكمان مفلفل مع خضار بقى مستوي طعمه روعة. يلا بينا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معانا كوباية زبادي صغيرة، هتستغربوا من الطريقة بس بتطلع نتيجة رائعة. وبيضة، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل أسمر، كركم وكاري وبابريكا، ومعانا كمان شوية بصل بودر. أنا عايزة أقول لكم انتوا هتعملوا النهاردة عظمة. نقلب كويس جدا كل الخليط بتاعنا ده. وهقول لكم كمان على السر اللي هيخلي الطبقة ثابتة جدا، ومش هتبقى فيه خالص فاصل بين الكفر وبين الفراخ. هنحط معانا معلقتين 2 دقيق في نفس الخلطة، معلقتين 2 دقيق كبار، نقلبهم كويس جدا في الخلطة بتاعتنا عشان الزبادي ما تعملش فرق بين الفراخ والكفر، انما الدقيق هيشرب المية اللي فيها وهتبقى جميلة جدا. نقلب كويس جدا وننزل فيها ايه بالفراخ بتاعتنا. لو اول مرة تتابعوني، ده مطبخ سعاد، اشترك في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وهنخلص كل الكمية بتاعتنا ونغطيها ونحطها في التلاجة من نص ساعة لساعة، يعني على قد ما تقدري سيبيها في التلاجة عادي، مش هيحصل أي حاجة. من نص ساعة لساعة أحلى وقت. هننزل معانا بقى، يلا نجهز الخليط بتاعنا. ديت كوباية كورن فليكس مفروم، مش بقسماط ولا دقيق، كورن فليكس. ومعانا معلقتين 2 دقيق، معلقتين 2 بس. وهننزل كمان بمعلقة نشا كبيرة، ونضيف البهارات بتاعتنا، كاري، ملح، فلفل أسمر، وشوية بصل بودر. ونقلب كل المكونات بتاعتنا مع الكورن فليكس المفروم. لو ما عندكش كورن فليكس ممكن تستخدمي بقسماط بس يكون خشن شوية، لأن البقسماط الناعم بيتحرق على طول. ودقيق بس برضو طبعا برضو بياخد لون بسرعة. كورن فليكس بيبقى مقرمش أكتر، وفي نفس الوقت بتحسي إن هو كريسبي أكتر عشان بيبقى خشن شوية. نقلب كويس كل الكمية بتاعتنا. وتعالي برضه أقولك على سر يخلي الطبقة ثابتة وما تتشالش خالص من على الفراخ. واحنا بنشيلها ننزل كويس جدا الخليط من عليها، هي كده كده خلاص اتبلت. وتعالى اقولك نعمل ايه. لازم نضغط عليها جامد، يعني جامد جامد، مش بننزلها ونطلعها، تضغطي عليها جامد جامد عشان كل السوائل اللي على الفراخ تشرب معاكي بقسماط، تشرب معاكي الخلطة بتاعتك، فتبقى ناشفة جدا. يعني كل ما تضغطي عليها تنشف اكتر. ونسيبه شوية نص ساعة في التلاجة. ونعمل الرز بالخضار. معانا بصل مفرومة ناعم، معانا بسلة، ومعانا جزر، ومعانا كمان ذرة. هنعمل شوية رز النهاردة، حاجة جميلة جدا وطعمه رائع جدا جدا. نحط الحلة على البوتاجاز، وأول ما تسخن ننزل فيها بالزيت بتاعنا، والبصل بتاعنا ناعم. نديله الأول صدمة على البوتاجاز، مش بياخد لون، يعني هو بس ايه، بيتحمر، يعني بتشوح شوية صغيرين وخلاص، مش بياخد لون. انا عايزة اقول لكم الرز النهاردة هيبقى طعمه جميل جدا جدا، والذرة بيديله طعم حاجة كده، يعني ايه عظمة. هننزل معانا بالبسلة. طبعا لو حابة تضيفي فلفل ألوان وتستبدلي خالص الذرة عادي براحتك.
نقلب كويس جدا البسلة عشان كانت في الفريزر لحد ما تفك خالص كده وتحس المية اللي فيها نشفت. وبعدين ننزل بالجزر، قطعينه مكعبات صغيرة. والرز بتاعنا بلدي مصري خالص ومنقوع في مية، يعني هما مش هنعمله برز بسمتي. نقلب كويس كده لحد ما كل الخضار بتاعنا يبدأ ينشف من المية. ينزل بالذرة. الذرة هيخلي الرز بصراحة بيوديه في حتة تانية خالص. تحسي ان طعمه لذيذ جدا جدا ومعزز الطعم وطعم مختلف خالص غير اي رز تاني بتعمليه. اول ما تحسي التشويحة بتاعتنا كده والخضار كله ما بقاش فيه مية، هننزل معانا بمعلقة ملح صغيرة، فلفل اسمر، بهارات خضار او مرق الدجاج لو عندك، وشوية طبعا كركم عشان يدي اللون. لو حابة لونه ميبقاش اصفر عادي ممكن تشيل الكركم خالص، بس هو بيعزز اللون شوية. ونقلب كده لحد ما يتشوحوا مع البهارات والملح. اهم حاجة في الرز التشويح. نجيب معانا بقى الرز بتاعنا، هما كوبايتين اتنين رز يعني مش مليانين حتى، كوبايتين اتنين رز مش مليانين يعني شوية صغيرين خالص، لان الخضار بيزود الرز جدا، يعني لو كترت رز الحلة هتبقى مليانة على الاخر. هما كوبايتين اتنين رز مع كل الخضار ده جميل جدا. ونشوح بقى الرز عشان ياخد ايه تشويحة حلوة كده وينشف من المية هو كمان. ده سر الرز يعني ايه المفلفل عامة، اي رز تستخدميه اي رز تطبخيه لازم تشوحي فيه كده لحد ما ياخد ايه لون من تحت، او تحسي ان هو نشف خالص من المية، او تحسي ان هو ما عادش فيه اي سائل، تحسي ان هو اتشمع بالزيت. بس كده خلاص. معانا طبعا مية مغلية، هنحط لحد يعني ما الخضار ويبقى باين لان الخضار بينزل مية كتير. هنحط بس هما كوباية مية وننزل بالراحة، يعني ايه تبصي كده تحسي ان لسه يعني ايه الخضار باين، ما نغطيش الخضار بالمية عشان ايه. بس خلاص كده مش هياخد تاني مية. تحطي مفيش مية بتيجي في المعلقة اصلا، يعني تضغطي على الوش مفيش مية بتيجي. اول ما يغلي هنحطه على نار هادية. ويلا تعالوا معانا ايه نقلي البانيه الجميل اللي طعمه رائع جدا. نحط الزيت بتاعنا يكون غزير شوية، ولازم يكون الزيت سخن جدا، يعني ما تحاولوش تحطوا الفراخ والزيت بارد علشان ده بيبوظ الفراخ وبيخليها تطرى، وبيبقى في فاصل ما بين الكفر وبين الفراخ. حاولوا على قد ما تقدروا ان يكون الزيت سخن جدا. ونعلي النار الاول على الفراخ البانيه، وبعدين اول ما نقلبها اول ما تاخد لون نقلبها الناحيه التانية. ما نستناش عليها لحد ما اللون يغمق يعني ولونها لسه محمر كده نقلبها. ممكن ترجعي تعمليها نفس القلبة تاني الناحية التانية عشان ترجع لونها يغمق اكتر شوية. ده اللي بيخلي الفراخ ناشفة اكتر، ان احنا بنديها قلبة في نص التسوية وقلبة تانية في نص التسوية علشان تاخد لون وفي نفس الوقت تبقى ناشفة. لو سيبناها لحد ما تاخد لون واحد من ناحية واحدة وبعدين قلبناها من الناحية التانية بيبقى لونها محمر زيادة عن اللزوم. لازم كمان نصفي الفراخ بتاعتنا على شبكة مش على مناديل. المناديل بتخلي الفراخ تطرى، الفراخ البانيه بتتصفى على شبكة الأول. أنا عايز النهاردة هتاكلوا فراخ، يعني اللي هيجربها إن شاء الله هياكل فراخ بانيه عمره في حياته ما داق الجمال ده. طعمها رائع جدا جدا جدا. هن...
هنشوف كل الكمية بتاعتنا خلاص قليناها، ومن أول واحدة لآخر واحدة بنفس القرمشة. احنا سايبينها بس شوية أكتر عشان تصفى، فكنت عايزة أرفعها شوية من الطبق بس مش راضية تثبت. أنا عايزاكم تجربوها وتقولي ايه رأيكم كمان في الطريقة المختلفة الجديدة بتاع الخلطة بتاع الفراخ. يلا بقى تعالوا بعد ما شوية كده خلاص صفت الزيت اللي فيه نحطها على مناديل، وتعالوا نشوف الرز بتاعنا المفلفل اللي ريحته قلب الدنيا. نحاول نقلبه الأول كله مع بعضه كده وهو على نار هادية. تعالى اوريكم بقى، مش معجن طبعا لاننا احنا لازم التشويح ده بيخلي الرز جميل جدا، والخضار بتاعنا برضو لما تشوح الاول في الزيت بينشف كده وينزلش ميه كتير وبيخلي الرز جميل قوي. شفتم يعني حاجة كده جميلة جدا. اهم حاجة اول ما يبدأ يغلي وما تبدأ تنشف نهدي عليه خالص لحد ما يستوي براحته. هوريكم بقى كده لونه، يا نهار ابيض على الجمال. شفتوا الوان الخضار وماسكه نفسها ومستويه زي ما هي. انا عايزاكم تجربوا الطريقه دي وتزودوا ذره، هيخلي الرز جميل جدا. تعالوا بقى نعمل لنا طبق على جنب كده وندوق مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. مهما تقطعي الطبقه لازقه فيها ما بتتحركش. هوريها لكم من جوه، حاجه جميله جدا. شفتي مهما تحركيها. هوريها لكم من القرب. انا عايزاكم تجربوا الطريقه ديت، لذيذه جدا. حتى لو مش بتبقى تظبط معاكي هتظبط معاكي المره دي كلها. جميلة جدا، جربوها واكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم فيها. مع شوية رز بقى بالخضار، يا نهار أبيض جميل جدا. جربوا الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم فيها في التعليقات. شكرا من قلبي كل اللي بيتابع الفيديو للآخر، واعملوا شير ولايك كتير، واللي ما اشتركش يشترك، واشوفكم تاني ان شاء الله في مطبخ سعاد.